السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله جايبه لكم طريقة عمل الرقاق الطري. احلى من اي مرة تاكليها من بره. حلو جدا، طعمه لذيذ. هتعمليه في البيت بكل سهولة وسهل جدا، وكل حاجة انت عاملاها على ايدك، ويعني وكلها مفيدة، طريقة مفيدة جدا وصحية جدا لولادك، علشان انتي عاملاها في البيت وعارفة مكوناتها وعارفة ان هي بلحمة مضمونة 100%. طبعا اتعودت معاكم ان انا بعمل الطريقة مرة واتنين وتلاتة علشان انزلها لكم باسهل طريقة واحسن طريقة انتي ممكن تنفذيها. يلا نبدأ الفيديو على طول عشان ما اطولش عليكم في المقدمة، بس اتمنى تضغطوا لي اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا لي الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. يلا نبدأ الفيديو. طبعا انا عندي الرقاق اللي هو الناشف ده، اللي هو بنشتريه من بره، اللي هو بيبقى مدور كده وناشف، هنشوفه دلوقتي. وعندي شوربة اللحمة، وعندي لحمة متعصجة. طبعا اللحمة انا بجيب ربع كيلو لحمة، بجيب 3 بصلات يكونوا متوسطين كده، بفرمهم، وبعدين بقلب، بجيب 3 معالق سمنة، وبحط البصل عليهم، وبعدين بخليها كده. اول ما تدبل بحط اللحمة المفرومة، وبعدين بحط الفلفل الالوان، وتسيبيهم كده شوية، وبعدين تحطي طماطمايه عليهم، ويبقوا بالشكل ده، وهتتعصج اللحمة وتبقى حلوة اوي. طبعا ده شكل الرقاق الطري اهو. والشوربة عندي شوربة لحمة، طبعا زي ما بتسلق اللحمة عادي يعني. والشوربة بتاعتي بحط لها معلقتين دمعة، اللي هي مثلا معلقة توم بحمرها، وبعدين بحط عليها صلصة او طماطم متقطعة، وبخليها تغلي غلوتين 3 كده، وبتبقى الصلصة دي الصلصة بتاعتي. بحط معلقتين في الشوربة وتبقى بالشكل ده. بجيب الرقاق وبقبله بالشكل ده اهو. ممكن تجيبي حاجة كبيرة يعني، صينية كبيرة كده، وبتسقطي فيها الرقاق وبيتبل معاكي. وممكن تعملي بالمعلقة زي انا كده. طبعا انا استسهلت الصراحة وعملت بالمعلقة، وبعدين حطيت في الصينية، بحط رق بالشكل ده. طبعا لو كان صينية برضو مدورة كانت هتبقى اسهل، بس انا بحب الصواني المربعة دي او المستطيلة. طبعا انا عملت برضو صينية مدورة وصينية مربعة زي ما احنا شايفين، زي ما احنا شفناها في اول الفيديو. بس كده انا بحط 3 طبقات من الرقاق اللي عندي، بحط 3 طبقات. طبعا انا لو اتكسر مني ما فيش مشكلة برضو، بحاول اساوي الصينية بتاعتي علشان تبقى كلها قد بعضها. بس كده انا بحط 3 رقات، وبعدين بجيب اللحمه المتعصجه. طبعا كل راق، بين كل راق وراق بحط سمنه. انا عندي سمنه بلدي، بتبقى طعم السمنه البلدي حلو او صحيه جدا. بس طبعا دي سمينه ممنوع للناس اللي هم عاملين الدايت. زي ما احنا شايفين بالشكل ده انا ببل الرقاق. طبعا دي المقادير: اللحمة المتعصجة ربع كيلو لحمة مفرومة، 3 بصلات متوسطين، 2 فلفل حامي مثلا او بارد زي ما تحبي او الوان، طماطمايه. زي ما احنا قلنا بنحطهم على النار، بنسيبهم كده يتسبكوا حوالي 5 دقايق، وبنزلهم من على النار، وبتبقى اللحمة بتاعتي متعصجة. انا من عادتي لما بعمل حاجة يعني بعمل كتير وبخلي منها في الفريزر، علشان لو حبيت في اي وقت ارجع لها بتكون سهلة عليا، وبطلعها وبعمل منها على طول. طبعا الكمية دي انا كنت عاملة نص كيلو، فعملت نص وخليت النص التاني. لما احب اعمل حاجة تانية بتكون سهلة عليا واللحمة متعصجة، وبكل سهولة بعمل الطريقة اللي انا حباها. زي ما احنا شايفين انا بحط كده طبقة لحمة مفرومة حلوة قوي كده، علشان لما اجي اقطع القطعة تبقى كلها لحمة. بجيب برضو 3 رقات تاني، كل رق ورق بقبله، وبعدين بحط له سمنة بلدي كده او اي سمنة عندك، ما فيش مشكلة يعني، مش مشكلة، مش مهم يعني البلدي. بحطه بالشكل ده وبساوي الوش بتاعي علشان ما يبقاش فيها حتة عالية وحتة واطية. لو وصلت معايا لحد هنا اتمنى تضغطي لي اللايك، ولو مش مشتركة في القناة تشتركي، وشكرا للناس اللي هم مشتركين عندي ومتابعيني.
طبعا. ورجعوا للفيديوهات اللي فاتت، انا عامله مكرونه بشاميل، وعامله الرقاق برضو الطري، يعني عامله حاجات كتير حلوه قوي هتحبوها جدا. عاملين مشاريع برضو هتحبوها وهتستفادوا منها قوي. بس كده زي ما احنا شايفين انا عملت اهو رق واحد وحطيت سمنه، وبعمل الرق التاني. طبعا لو صينيه كبيره يعني هتكون سهله عليكي وهتوفر معاكي وقت كتير. الحاجات دي واللحوم بتكون حلوة قوي في طبعا في الاعياد وبالاخص عيد الاضحى بيكون كله لحوم ويعني بنحب نعمل حاجات وطريقة للحوم باكتر من طريقة، يعني علشان ننوع، علشان ولادنا مش بتحب اللي هي الحاجة اللي هي المعتادة، اللي هو الطبيخ واللحمة والرز والكلام ده، فعايزين ننوع، فنحاول ننوع على قد ما نقدر. زي ما احنا شايفين كده انا بقطعها على حسب القطعة اللي انا حباها. وبعدين لو عندك برضو بعد ما بتخلصي بتحطي فيها معلقتين شوربة، ولو حسيتي بعد ما تستوي انها هي الوش ناشف ممكن تحطي معلقتين شوربة كده علشان تطرى. طبعا بحطها في الفرن حوالي كده 10 دقايق بالكتير، والفرن ما تكونش عالية قوي، هي مجرد ما تاخد وش. طبعا هي مش هتستوي ولا حاجة، بس احنا بنديها وش كده من فوق علشان تتقطع معانا وتبقى القطعة ماسكة نفسها. بس كده انا قطعتها بالشكل ده، بجيب معلقتين شوربة كده وبسقيها علشان الوش يطرى يبقى طري ومقرمش في نفس الوقت. بس كده، وده شكل الرقاق معايا، شكله حلو جدا وطعمه اجمل بكتير من اللي انتوا شايفينه. والريحة طبعا مش هيحتاج اي بهارات ولا اي حاجة، احنا مش بنحط بهارات كتير عشان اللحمة المتعصجة نحس بطعم اللحمة وبطعم الرقاق احنا وبناكل القطعة. بس كده، وده الفيديو النهارده بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. اتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لي اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديده. كانت معكم قناه صدقه جاريه مع اسماء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.